ازاي وامتى بنحدد نوعيه الجراحه في حالات سرطان الثدي؟ معاكم دكتوره ساره زيتون، استشاري جراحات اورام الثدي التجميليه. هشرح لكم في الفيديو ده ازاي احدد نوع الجراحه، واحدد كمان امتى هعملها، قبل الكيماوي ولا بعد الكيماوي. احنا لما بنشخص سرطان الثدي لازم نشخص الحاله كامله، مش مجرد اشعه ماموجرام. لازم نعمل اشعه الماموجرام مع السونار، ولو لقينا اشتباه في الكتله بناخد منها عينه بابره قطعه ونعمل عليها تحليل دلالات الهرمونات عشان نتاكد من النوع الهرموني للورم. ثم بنعمل اشعه مقطعيه على الجسم كله او مسح ذري على الجسم كله عشان نتاكد ان مفيش انتشارات بره الثدي، ونتاكد من المرحله بتاعه الورم. بعد المعلومات دي كلها ما تبقى واضحه قدامنا، نبتدي نقدر نحدد الخطه العلاجيه للمريضه، اذا كان كيماوي الاول ولا جراحه الاول. لو كيماوي الاول زي في حالات الثلاثي السالب، يعني ان تبقى دلالات الهرمونات كلها سالبه، فلازم نبدا بالكيماوي. او حالات الموجه موجب، يعني الهرمون الموجه اللي هو الهير 2 موجب للعلاج الموجه اللي هو الهيرسبتين، بيبقى لازم نبدا بالكيماوي الاول. او في حالات الاورام المتقدمه اللي عامله تورم في الجلد او انسحاب في الحلمه، ساعتها مش بنقدر نعمل الجراحه قبل الكيماوي، فبناخد الكيماوي الاول عشان يصغر الورم ويحجم انتشار الورم، وبالتالي نقدر نعمل العمليه الجراحيه بطريقه اسهل وامن. طيب، في الحالات اللي هناخد فيها كيماوي الاول لازم نحدد العمليه الجراحيه او نوع العمليه الجراحيه، اذا كان تحفظي او استئصال كلي، قبل ما نبدا اي جلسات. يعني مفيش حاجه اسمها ان انا هبدا الكيماوي وبعدين نشوف الاستجابه عامله ازاي وبناء عليه احدد العمليه الجراحيه، لان في اوقات كتيره جدا الورم بيختفي نتيجه الجلسات، فبالتالي مش هقدر احكم حكم صح في ازاي ان انا هشيل الورم او ان انا احافظ على الثدي او اشيله كله. اذا النوع العمليه لازم يحدد قبل الجلسات الكيماوي، قبل ما نبدا اي خطوات علاجيه خالص، عن طريق اشعه الماموجرام والفحص الكلينيكي. وممكن نحتاج ماموجرام بالصبغه او رنين بالصبغه عشان يبين اذا كان الورم بؤره واحده ولا متعدد البؤرات او واصل للحلمه، فبالتالي مش هقدر احافظ ونبقى واخدين القرار الجراحي واللي هو بالتحفظ على الثدي، او ما اقدرش احافظ لو في حاجات من اللي انا قلتها دي او حاجات تانية احنا طبعا بنقيمها. تمام. طيب، ايه تاني اقدر استفيده من ان انا اعمل الاشعه واشخص الاول قبل ما ابدا الكيماوي؟ ان انا اعمل مقارنه بين الاستجابه قبل الكيماوي وبعد الكيماوي. في بعض الحالات اللي بنكرر لها العلاج التحفظي على اساس ان الورم بيبقى كبير قوي وهناخد الكيماوي عشان يصغر، فبالتالي اقدر احافظ على الثدي. بنشوف نوعيه الاستجابه ايه. ساعات نوعيه الاستجابه بتبقى نقط حتت كده جوه الورم، والورم واخد نفس المساحه البدائيه اللي بدانا بيها قبل الجلسات، فبالتالي مش هقدر احافظ. لكن في بعض الاحيان الورم بيصغر من جوه لبره، فبالتالي بقدر ان حجم الورم اتغير، فبالتالي اقدر احافظ على الثدي. فلازم نحدد نوعيه الاستجابه باشعه قبل الكيماوي وبعد الكيماوي عشان اقدر اقرر اذا كنت احافظ او لا. في بعض الحالات القليله جدا هي اللي بننتظر الاستجابه ونبدا نحدد بيها، يعني في بعض الحالات بنبقى مش قادرين ناخد حكم نهائي بان احنا لازم نستأصل الثدي، فبندي المريضه الفرصه في انها تبدا العلاج بتاعها ونقرر نوعيه الجراحه بعد الجلسات. لكن دي بتبقى في حالات صغيره جدا، مش في اغلب الحالات. يا رب تكون افدتكم. ما تنسوش تعملوا لنا فولو وسبسكرايب اليوتيوب والتيك توك والانستجرام والفيسبوك. اشوفكم فيديوهات تانية كتير على خير ان شاء الله.